يا صاحب الجلالة الإمبراطور، لقد أسعدتنا زيارتكم للجمهورية العربية المتحدة، وكنا ننتظر هذه الزيارة لتروا بأنفسكم شعور شعب الجمهورية العربية المتحدة نحوكم كقائد كبير لبلد عظيم أعطى دائما المثل الأعلى في المحافظة على الحرية والاستقلال. ونحن نؤمن أيضا أن لا بد من التعاون بين بلدينا وتدعيم هذا التعاون من أجل مصلحة بلدينا ومن أجل مصلحة الشعوب الإفريقية ومن أجل مصلحة الإنسانية جمعاء. إنني أرجو لجلالتكم دوام السعادة والتوفيق، وأرجو للشعب الإثيوبي العظيم دوام الرقي والتقدم. قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى مطار الماضة ليستقبل جلالة الإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا عند وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية. ووصلت الطائرة التي تقل الضيف العظيم، وهبط جلالته من الطائرة فاستقبله الرئيس مرحبا بمقدمه. وقدم الإمبراطور للرئيس الأميرتين سارة دوقة هرر وعايدة دستا وبقية المرافقين، كما قدم الرئيس للضيف العظيم السيد حسين الشافعي رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالته. وقصد العاهلان الكبيران إلى المنصة، حيث عزفت الموسيقى السلام الإثيوبي والسلام العربي، وأدى التحية حرس شرف من الحرس الجمهوري. صعد الرئيس الضيف العظيم من مطار الماضة إلى القصر الجمهوري بالقبة في موكب رسمي، وكانت الجماهير المحتشدة على طول الطريق ترحب بضيف الجمهورية العربية المتحدة وتهتف بحياة الصداقة بين الشعبين. ووصل الركب إلى القصر الجمهوري، وصحب الرئيس ضيفه إلى داخل القصر. وأهدى الرئيس جمال عبد الناصر لجلالة الإمبراطور هيلا سيلاسي قلادة النيل لمناسبة هذه الزيارة الميمونة. كما أهدى سيادته وسام الكمال إلى الأميرتين الإثيوبيتين، ثم أهدى سيادته الأوسمة التي أنعمت بها حكومة الجمهورية العربية المتحدة إلى مرافقي جلالته. وبعد الظهر قصد جلالة الإمبراطور إلى دار الرئيس جمال عبد الناصر ليرد لسيادته الزيارة، فاستقبله الرئيس مرحبا بجلالته. واجتمع الرئيس بالضيف العظيم بعض الوقت بحضور السادة نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ووزير البلاط وسفير إثيوبيا في القاهرة ورئيس الحاشية العسكرية. وكان في وداع جلالته قبل مغادرته للدار نجل الرئيس عبد الحكيم عبد الناصر وإخوته، وقد صافحهم جلالته الإمبراطور مرحبا بهم. في المساء بدأت المباحثات الرسمية بين جلالة الإمبراطور هيلا سيلاسي والرئيس جمال عبد الناصر في القصر الجمهوري بالقبة، واشترك فيها من الجانب العربي السادة عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر وأكرم الحوراني والدكتور محمود فوزي وعلي صبري وحسين ذو الفقار صبري وفريد زين الدين وعثمان توفيق. ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء ووزير القلم وسفير إثيوبيا ووزير الخارجية ووزير القصر ووكيل وزارة المالية. وتناولت المباحثات تنمية المسائل السياسية والثقافية والاقتصادية وزيادة التعاون والتفاهم بين البلدين. وبعد المباحثات أهدى جلالته للرئيس جمال عبد الناصر قلادة ملكة سبأ أرفع وسام في إثيوبيا. ودعا الرئيس جمال عبد الناصر جلالة الإمبراطور إلى رحلة نيلية للقناطر الخيرية، وقد استقبلت الجماهير الضيف العظيم بالهتاف والتصفيق.
وصعد الرئيسان ومعهما مرافق الإمبراطور إلى الباخرة كريم التي أعدت لهذه الرحلة، وتحركت الباخرة وسط مظاهر بحرية رائعة. وفي الطريق خرج أهالي القرى لتحية الرئيسين، وكان جلالة الإمبراطور والرئيس يردان التحية من ظهر الباخرة. ووصلت الباخرة إلى مرسى القناطر الخيرية، وكان الجموع الشعبي محتشدة على الأرصفة والزوارق النيلية تحيي العاهلين الكبيرين. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر الضيف العظيم لمشاهدة القناطر وحدائقها الغناء، وقد أعجب جلالة الإمبراطور بهذه المنطقة الساحرة. وغادر الرئيسان القناطر مودعين بالتحية والتكريم. وودع الرئيس جمال عبد الناصر جلالة الإمبراطور هيلا سيلاسي عند سفره من مطار القاهرة الدولي. وودع الرئيس ضيفه العظيم متمنيا لجلالته سفرا سعيدا. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مطار القاهرة الدولي ليستقبل جلالة الإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا عند مروره بالقاهرة. كما كان في استقبال جلالته مندوب غبطة البابا كيرلس والدكتور محمود فوزي وزير خارجية وسفير إثيوبيا في القاهرة. ووصلت الطائرة التي تقل الإمبراطور هايلا سيلاسي إلى أرض المطار، وهبط جلالته من الطائرة، فاستقبله الرئيس جمال عبد الناصر ورحب بمقدمه مهنئا إياه بسلامة الوصول. وعلى منصة التحية وقف العاهلان الكبيران، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين، وأدى التحية حرس الشرف. ثم فتش جلالته حرس الشرف، وقدم فتى وفتاة من أبناء الجمهورية للرئيس وضيفه باقات الزهور. وصحب الرئيس جلالة الإمبراطور إلى استراحة المطار، حيث بدأت مباحثات هامة بين الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هايلا سيلاسي، حضرها الدكتور محمود فوزي وزير خارجية. وقد استمر الاجتماع ساعة. أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، المدينة الإفريقية التي كانت محط أنظار العالم كله بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإفريقي الذي حضره 30 رئيسا إفريقيا يمثلون معظم أجزاء القارة، التي سيناقشون في مؤتمرهم الكبير مشاكلها ودورها من الأحداث العالمية. وفي يوم 22 مايو وصلت إلى مطار أديس أبابا طائرة خاصة تقل الرئيسين جمال عبد الناصر وأحمد بن بلة، والسادة زكريا محي الدين نائب الرئيس، وعلي صبري رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور محمود فوزي وزير خارجية، والوفد الجزائري. وكان في استقبال الرئيسين جلالة الإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا. وقد رحب جلالة الإمبراطور بالرئيسين ترحيبا بالغا. وغادر الرئيس جمال عبد الناصر المطار بين الهتافات المدوية بحياته وبحياة الوحدة الإفريقية. وكانت حشود الأهالي متجمعة خارج المطار لتحية الرئيس جمال عبد الناصر والتعبير عن فرحتهم وغبطتهم بهذا اللقاء. وبعد الظهر عقد مؤتمر القمة الإفريقي في قاعة إفريقيا التي رفعت عليها أعلام الدول المشتركة في المؤتمر. وحوالي الساعة 5 وصل إلى القاعة جلالة الإمبراطور هايلا سيلاسي، وأخذ مكانه على المنصة الرئيسية. ثم أقبل رؤساء الدول الإفريقية فقوبلوا بالتصفيق الحاد، وأخذ الرؤساء وأعضاء الوفود أماكنهم على المائدة المستديرة التي وضعت عليها أعلام كل دولة. وقد تم الاتفاق في المؤتمر على أن يحضر 7 أعضاء من كل وفد مع رئيس كل دولة في اجتماعات الأقطاب. وانتخب الإمبراطور هايلا سيلاسي رئيس شرف للمؤتمر. وتكلم الإمبراطور هايلا سيلاسي في خطاب الافتتاح أمام أقطاب القارة فقال: إنكم لن تغادروا أديس أبابا دون أن تخلقوا منظمة واحدة للدول الإفريقية، فإننا إذا نجحنا في ذلك نكون عندئذ قد بررنا وجودنا هنا. ثم قال إن وحدة القارة يجب أن تتم تدريجيا.
وفي صباح اليوم التالي وقف الرئيس جمال عبد الناصر في قاعة إفريقيا، حيث ألقى خطابه التاريخي الذي استمع إليه العالم كله، فقال: جلالة الإمبراطور، من قرب مصب النيل جاء إلى هنا وفد الجمهورية العربية المتحدة متتبعا مجرى النهر الخلاق واصلا إلى منبع من أهم منابعه هنا في هذا البلد العظيم. وإذا كان بينكم أيها الأصدقاء من أبدى إعجابه في هذه القاعة بكرم هذا الشعب الأثيوبي المجيد الذي استضاف هذا المؤتمر في بيته، وبدقة التنظيم التي بذلت كل جهدها ليتمكن المؤتمر من إنجاز مهمته في سهولة ويسر، فلقد سبق لنا منذ سنين بعيدة قديمة قدم التاريخ الإنساني أن عرفنا كرم هذا البلد ودقة نظامه، يجيء إلينا فيضانا في كل عام مع مجرى النيل الخلاق، ويجيء إلينا في موعده دائما لا يتخلف عنه ولا يتأخر. هكذا إثيوبيا أرضها وشعبها وإمبراطورها الذي أعطى لهذا المؤتمر من رعايته وجهده ما نراه جميعا ونقدره ونقابله بالشكر والعرفان العميق. وتأكيدا لمعاني المحبة والأخوة وتخليدا لهذا المؤتمر الكبير، توجه الرئيس جمال عبد الناصر إلى حدائق قصر إفريقيا، حيث غرس شجرة الصداقة الإفريقية رمزا للتحرر الإفريقي وتأكيدا لطريق البناء الذي يسير فيه الركب الإفريقي نحو التحرر ونحو الوحدة. وصل الرئيس جمال عبد الناصر والسادة نواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء إلى مطار القاهرة لاستقبال الإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا عند وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية. وعند سلم الطائرة تلاقى العاهلان الكبيران في مودة وإخاء. زار الإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور إثيوبيا قبل سفره إلى بلاده الرئيس جمال عبد الناصر في داره، ورحب الرئيس بالضيف الكبير وبكبار مرافقي جلالة الإمبراطور. وفي داخل الدار اجتمع الرئيسان بعض الوقت ودار الحديث حول الموقف الدولي والعلاقات الودية بين البلدين. وفي اليوم التالي جرت المباحثات بين الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سيلاسي والجانبين العربي والإثيوبي بالقصر الجمهوري بالقبة. وفي المباحثات تبادل الرئيسان الرأي حول الموقف في الشرق الأوسط والعالم العربي، وأكد تأييدهما لنضال شعب عدن والمحميات والجنوب العربي من أجل الاستقلال، وأعرب الإمبراطور عن تأييده لحقوق شعب فلسطين المشروعة وفقا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، كما أعرب الجانبان عن إيمانهما بمنظمة الوحدة الإفريقية، كما استنكر الجانبان سياسة بريطانيا تجاه روديسيا. توجه الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سيلاسي يصحبهما قداسة البابا كيرلس ورؤساء وممثلو الكنائس العالمية إلى حيث أزيح ستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكنيسة المرقسية. ودع البابا كيرلس ورؤساء الوفود الدينية الرئيس والإمبراطور عند انتهاء افتتاح الكنيسة المرقسية. صاحب الرئيس جمال عبد الناصر الإمبراطور هيلا سيلاسي لوداعه عند سفره من مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للقاهرة.
وقد ودع الضيف الكبير وداعا رسميا وشعبيا حافلا.